السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن دوري المحترفين. دوري المحترفين مسابقة حديثة على المسابقات المصرية، أول مرة تتلعب. المفروض إن كانت اللائحة بتاعة المسابقة هم 20 فريق، هيتلعب من دورين، واول 3 فرق هيصعدوا للدوري الممتاز. ده كان شكل المسابقه. طبعا اللغط اللي حصل واعضاء الجمعيه العموميه، ناس موافقه على دوري المحترفين وناس مش موافقه، فالاتحاد حب يراضي الناس كلها، عمل مسابقه يعني بصراحه يعني مش مناسبه او ما تتوائمش مع تاريخ المسابقات المصرية. عمل مسابقة من دور واحد، 20 فريق من دور واحد. بعد ما يتعمل الدور الأولاني، الدور الواحد ده هيتقسموا ال20 فريق لمجموعتين. هو في دوري يعني عمرها ما حصلتش في أي دوري في العالم إن الفرق تلعب الدور الأولاني والدور الثاني نقسمهم مجموعتين. ما علينا، الفرق اتقسمت، هتتقسم مجموعتين، من 1 ل10 مجموعة، ومن 11 ل20 مجموعة. المجموعة الأولانية أول فرقتين خلاص هيصعدوا للدوري الممتاز. طب الفرقة الثالثة هنعمل فيها إيه؟ الفرقة الثالثة هتستنى اللي هيصعد من القسم الثالث أو القسم الثاني، يعني المسميات برضو اتلخبطت، علشان يعملوا دورة رباعية والفرقة الثالثة تطلع. يعني انت عملت دوري محترفين موازي، يعني الناس اللي تعبت وصرفت وعسكرت تجيب فرق من تحت، من الدور اللي تحت، من الدوري اللي تحتيها، تطلع تصفي على الدوري الممتاز على طول. واضح ان انتوا يعني او الناس عايزة تراضي الناس كلها، خلاص محدش يتكلم، وهنعمل دوري محترفين تاني موازي اللي هو بتاع القسم الثالث، هياخدوا منه 3 يطلعوا يصفوا على مع الفرقة الثالثة علشان تطلع على الدوري الممتاز. وطبعا من 11 ل20 على الهبوط. طب ما انت ما فيش تكافؤ فرص، يعني حضرتك الفرقة رقم 11 ممكن في الدور الثاني تدعم بلعيبة كويسة وتصرف تطلع فوق شويه. هي ذنبها ايه انها تلعب دور واحد؟ هي بطوله بصراحه ربنا ظالمه للفرق وما فيهاش تكافؤ للناس. فيعني لو احنا مش هنقدر نعمل دوري محترفين، نرجع تاني زي ما كنا الدوري الممتاز 3 مجموعات، وكل مجموعه الفرقه الاولانيه بتصعد على طول للدوري الممتاز. نتمنى دراسة كويسة لدوري المحترفين، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وسنوفيكم أسبوعيا بتحليل مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.